السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع موعد مباراة الزمالك القادمة مع شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة، وإليكم تفاصيل هذه المباراة ولكن بعد هذا الفاصل. بعد هزيمة فريق الزمالك من فريق إنبي في المباراة السابقة بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهم في إطار مواجهة الجولة 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز، ليتجمد رصيد الزمالك بعد هذه الهزيمة عند النقطة 33 محتليا بها المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبفارق 11 نقطة عن فريق الأهلي متصدر جدول الترتيب برصيد 44 نقطة. ويستعد فريق الزمالك بعد هذه الهزيمة لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في المباراة القادمة، وذلك في إطار مواجهة الجولة الخامسة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا. وقد انتهت مباراة الجولة الأولى بين الفريقين بهزيمة فريق الزمالك من فريق شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 1-0، ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط من 4 مباريات، فاز في مباراة وتعادل في مباراة وهزم في مباراتين، ليكون الفارق 5 نقاط بينه وبين فريق الترجي الرياضي التونسي متصدر جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يحتل فريق شباب بلوزداد الجزائري المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من 4 مباريات، فاز في مباراتين وهزم في مباراتين، ليكون الفارق نقطتين بينه وبين فريق الزمالك. وسوف تنطلق هذه المباراة يوم الجمعة الموافق 17 مارس 2023 17/3/2023 في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا، 10 مساء بتوقيت السعودية وقطر والعراق واليمن وسوريا، 11 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، 8 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر. وسوف تقام هذه المباراة على ملعب 5 جويلية بالجزائر، وسوف تنقل هذه المباراة عبر قناة بي إن سبورت 4 بصوت المعلق رؤوف خليف. هذا كل ما لدينا عن موعد المباراة، وانتظرونا في موعد مباريات قادمة بإذن الله تعالى، ولا تنسوا دعم الفيديو بلايك والاشتراك في القناة وتوقع نتيجة المباراة في التعليقات أسفل الفيديو. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.